الحاجات دي جابها منين؟ عامل زي القله كده وابيض شمع. نور بتسألكم هو عملها ازاي؟ الواد ده حير الناس كلها يا عيني. شوفوا انا في مجال التلييط بقالي كتير جدا، رسمة ميك اب والله ما اعرف اعملها. الشرطة بتاعت الايلاينر جمر يابا الحاج، دي اللي الرجاله كانت بتحاير بيها الستات بتاعتها وتقولها بص الجمال. لكل الستات اللي عايرها جوزها قولي له تعالى اتفرج عملها ازاي. الدولة بتمثيله للجريمة نحب نعرف عملها ازاي. الناس اللي بتقول ان في واحد لبس القضيه بدل ياسمين، الولد اللي اتمسك ما كانش بيعمل كده عشان البنت ما فيهاش غلطه، وجايبين صوره الولد وبيقارنوها بصوره ياسمين. تعالى اقول لك عملها ازاي. بعد ما سمعنا بمناشده اختكم الغاليه نور مطالبه تنفيذ الجريمه، جاري التنفيذ يا فندم. هنا بتبدا تمثيل الجريمه، بيدخل المتهم كي يستعرض الحاجات والمحتاجات، وده الحقيقي وهو ولد عادي خالص. بيطلع بقى عده الشغل وهي البدله الحلوه دي، في منها بدله كامله وفي منها اجزاء على حسب الطلب يا فندم. وهنا هو بيغير، عيب غمضوا عينيكم، وبيحط ماده كده انا مش عارفه هي ايه بصراحه، بس هي غالبا عشان الزفلطه. وبعدين بيلبس البدله، وبعدين لبس البورنوس. اغراء الواد يعني، عيب ما تبصوش. وبعدين فقره التوتوريال للميك اب، الميك اب ارتست اللي اغلبهم رجاله اصلا. وبعدين بيلبس الباروكه عشان اهم من الشغل ظبط الشغل. بعد كده لا سحر ولا شعوذه، من جمال بقى جميله، بقى فيرجينيا جميله الجميلات. وهنا بيقولك ازاي تبقي بيضه شمع. يا ولاد اللذينه الصين ما خلتش حاجه، ده شكله حقيقي جدا. هنا تمثيل اخر للجريمه، وهنا بنشوف البنت الجامده دي، وهنا وهي عامله باقي اللوك. استنى بص دي، ايه الجمال ده يا واد عمي، ده انا هعكسك. وهنا بنشوف البنت الجامده دي وازاي مش باينه من عند الرقبه السوت اللي هي لابساها. تعملي ايه فينا تاني يا صين؟ الصين ما خلتش حاجه. وهنا وهي عامله باقي اللوك، ايه الحلاوه دي، مزه يعني. وبكده نبقى عرفنا طريقة عمل الياسمين. الله يخرب بيتك يا ياسمين، الله يخرب بيتك. ده انا في واحد صاحبي كان يموت ويكلمك وعمال بيبعت لك في رسائل على الخاص احسن عشان تتعلموا ما تعكسوش تاني، وكل واحد يبص في ورقته. وكان هيموت ويكلمك ولا يكلمك ولا يكلمكم انتوا الاثنين. هو اللي بيحصل ده يا جدعان؟ ازاي ده يحصل وازاي عملها بنفس عشان ما تبصش تاني على الستات. وبعد التوتوريال لطريقة عمل الياسمين، كل الستات اللي عايرها جوزها وقال لها اتعلمي منها هي اللي هتعايره النهارده. بس كده، ما